أهلا بكم في ساندوتش إنجليزي. جاهز تتعلم إنجليزي بطريقة سهلة، سريعة وممتعة؟ هنا مفيش دروس معقدة ولا حشو كلام. كل يوم عندك ساندوتش سريع، حلقة قصيرة، كل حلقة عن موضوع مستقل بنعلمك فيها عافية جمل جاهزة تقدر تستخدمها فوراً في حياتك. هنتكلم عن كل حاجة: التعارف، السفر، الشغل، الرياضة، الصحة، تكنولوجيا، التسوق، المدارس، المقابلات، الحفلات، وحتى ازاي تتصرف لو اتزنقت ومش عارف ترد. كل المواضيع اللي هتحتاجها علشان تتكلم بثقة ومن غير تفكير. مش بس كده، احنا بنغطي كل جوانب الحياة، اي موقف ممكن تقابله هنساعدك تلاقي الجمل المناسبة ليه. اما لو بتحب الوجبات الدسمة مش السندوتشات الخفيفة، فجهزنا لك الحلقة المجمعة. الحلقة دي مش عشوائية، بالعكس، كل حلقة مجمعة بتكون عن موضوع واحد مستقل، بنجمع لك فيها كل الجمل اللي قلناها عنه في الحلقات القصيرة، ومعاها كل المفردات اللي هتقويك في نفس الموضوع علشان تطلع منها متكلم بثقة وجاهز لأي موقف. اشتركوا في القناة دلوقتي علشان يوصلكم كل جديد، وتابعوا معانا كل يوم. خدوا ساندوتشكم اليومي من الإنجليزي وهتلاقوا مستواكم بيتحسن من غير ما تحسوا. أهلاً بيكم في حلقة جديدة من ساندويتش إنجليزي. النهاردة هنكمل كلامنا عن المطبخ وهنشوف مع بعض جمل بنستخدمها كل يوم، هنترجمها للإنجليزي بشكل بسيط وسهل عشان تقدروا تستخدموها بسهولة. يلا نبدأ. الجملة الأولى turn off the stove، نكررها 3 مرات. turn off the stove، turn off the stove، turn off the stove. معناها بالعامية المصرية اطفي البوتاجاز. التركيبة turn off اللي معناها اطفي أو اقفل، و the stove اللي هي البوتاجاز. البدايل switch off the stove بيتكون من switch off بمعنى اقفل أو اطفي، و the stove اللي هي البوتاجاز. الجملة add some salt نكررها 3 مرات. add some salt، add some salt، add some salt. معناها بالعامية المصرية زود شوية ملح. التركيبة add اللي معناها زود أو أضف، و some salt اللي هي شوية ملح. البدائل put in some salt و sprinkle a little salt. put in some salt بتتكون من put in بمعنى حط some salt. sprinkle a little salt بتتكون من sprinkle يعني رش، و a little salt يعني شوية ملح. الجملة don't burn it نكررها 3 مرات. don't burn it، don't burn it، don't burn it. معناها بالعامية المصرية ما تتحرقهوش. التركيبة don't اللي معناها ما للنهي، و burn it اللي هي تحرقه. البدائل watch it و be careful it might burn. watch it بتتكون من watch بمعنى خلي بالك، و it اللي هي ده. be careful it might burn بتتكون من be careful يعني خلي بالك، و it might burn بمعنى ممكن يتحرق. جملة I'll make some coffee نكررها 3 مرات. I'll make some coffee، I'll make some coffee، I'll make some coffee. معناها بالعامية المصرية هعمل شوية قهوة. التركيبة I'll اللي هي أنا سوف، و make some coffee اللي هي أعمل قهوة. البدائل I'm gonna make coffee و let me fix some coffee. I'm gonna make coffee بتتكون من I'm gonna اختصار I am going to بمعنى أنا هعمل، و make coffee و let me fix some coffee بتتكون من let me بمعنى خليني، و fix some coffee يعني أعمل قهوة. جملة the milk is in the fridge نكررها 3 مرات. The milk is in the fridge، the milk is in the fridge. معناها بالعامية المصرية اللبن في التلاجة. التركيبة the milk اللي هي اللبن، و is in the fridge اللي معناها في التلاجة. البدائل you'll find the milk in the fridge و it's in the refrigerator. you'll find the milk in the fridge بتتكون من you'll find بمعنى هتلاقي، و the milk in the fridge. it's in the refrigerator بتتكون من it's اللي هي اللبن، و in the refrigerator يعني في التلاجة. الجملة wash your hands نكررها 3 مرات. wash your hands، wash your hands. معناها بالعامية المصرية اغسل ايدك. التركيبة wash اللي معناها اغسل، و your hands اللي هي ايدك. البدائل go wash your hands و clean your hands first. go wash your hands بتتكون من go بمعنى روح، و wash your hands.
ال clean your hands first بتتكون من clean اللي معناها نظف و your hands first يعني إيدك أولاً. The rice is ready نكررها 3 مرات. The rice is ready. The rice is ready. The rice is ready معناها بالعامية العصرية الرز استوى. التركيبة the rice اللي هي الرز و is ready اللي معناها استوى أو جاهز. البدائل the rice is done و the rice is cooked. الرز is done بتتكون من الرز و is done اللي معناها خلص. الرز is cooked بتتكون من الرز و is cooked اللي معناها الطبخ. الجملة I'm baking a cake نكررها 3 مرات. I'm baking a cake. I'm baking a cake. I'm baking a cake معناها بالعامية العصرية بخبز كيكة. التركيبة I'm اللي هي أنا و baking a cake يعني بخبز كيكة. البدائل I'm making a cake in the oven و I'm preparing a cake. I'm making a cake in the oven بتتكون من I'm making يعني أنا بعمل و cake in the oven يعني كيكة في الفرن. I'm preparing a cake بتتكون من I'm preparing يعني أنا بحضر و a cake يعني كيكة. Can I help with dinner نكررها 3 مرات. Can I help with dinner. Can I help with dinner. Can I help with dinner معناها بالعامية المصرية أساعد في العشاء. التركيبة can I اللي معناها هل أقدر و help و dinner اللي هي أساعد في العشاء. البدائل want a hand with dinner و need help with the food بتتكون من want a hand بمعنى محتاج مساعدة و with dinner أو need help with the food بتتكون من need help بمعنى محتاج مساعدة و with the food. الجملة set the table نكررها 3 مرات. set the table. set the table معناها بالعامية المصرية رص السفرة. التركيبة set اللي معناها جهز أو رص و the table اللي هي السفرة. البدائل prepare the table و get the table ready من prepare بمعنى جهز و the table. get the table ready بتتكون من get بمعنى خلي و the table ready يعني السفرة جاهزة. The soup is too salty نكررها 3 مرات. The soup is too salty. The soup is too salty. The soup is too salty معناها بالعامية العصرية الشوربة ملحة قوي. التركيبة the soup اللي هي الشوربة و is too salty اللي معناها مملحة قوي. البدائل the soup has too much salt و it's a bit salty. The soup has too much salt بتتكون من the soup و has too salt اللي معناها فيها ملح كتير. It's a bit salty بتتكون من it's و a bit salty اللي معناها مملحة شوية. الجملة don't touch the knife نكررها 3 مرات. Don't touch the knife. Don't touch the knife. Don't touch the knife معناها بالعامية المصرية ما تمسكش السكينة. التركيبة don't اللي معناها ما للنهي و touch the knife اللي هي تلمس السكينة. البدائل be careful with that knife و keep away from the knife و be careful with that knife بتتكون من be careful بمعنى خلي بالك و with that knife يعني مع السكينة دي و keep away from the knife بتتكون من keep away يعني خليك بعيد و from the knife يعني عن السكينة. الجملة I'm peeling the potatoes نكررها 3 مرات. I'm peeling the potatoes. I'm peeling the potatoes. I'm peeling the potatoes معناها بالعامية المصرية بقشر البطاطس. التركيبة I'm اللي هي أنا و peeling the potatoes يعني بقشر البطاطس. البدائل I'm taking the skin off the potatoes و I'm prepping the potatoes. I'm taking the skin off the potatoes بتتكون من I'm taking يعني أنا بزيل و the skin off the potatoes يعني قشرة البطاطس و I'm prepping the potatoes بتتكون من I'm prepping بمعنى أنا بحضر و the potatoes اللي هي البطاطس. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان شاركوا الفيديوهات مع أصحابكم عشان الفائدة تعم.